تعود عليكم وعلى كل حبايبكم وانتوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. أول يوم رمضان بقى إن شاء الله الأساسي بتاعنا بيبقى محشيات، وأول حاجة بتبقى منورة كده على السفرة ورق العنب، ده أساسي. ورق العنب وسلطة الزبادي دول أساسي وعامل مشترك في كل السفرة، طبعا مع البط. وهسيب لكم لينك البط اللي عملناه مع بعض قبل كده، طريقة سهلة وسريعة مش تاخد منكم وقت. ده ورق العنب زي اللي احنا بنجيبه دايما على طول، ولازم ناخد بالنا ان الورقة تبقى ناعمة، ولان في بعض الورق ده بيبقى ورق من نبات الخروع، لان هو شبهه بالظبط، فلازم الورقة تبقى ناعمة لان هو ده اللي بيفرق لكن الشكل العام هو ورق زي بعضه. فطبعا للناس اللي لسه بتبدأ حياتها وكده ولسه مش عارفة شكل ورق العنب ممكن تتخدع في القصة دي. بنجيب الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء، ومعانا كوبايتين رز للكمية دي، ده نص كيلو ورق عنب، هنحط له كوبايتين رز ومعلقتين صلصة كبار وحزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة خضراء اللي احنا قطعناهم وغسلناهم دول كويس، وبصلتين كبار. الخلطة دي كلها ممتازة، وده كوباية زيت. لازم وانا بقلب الحشوة كده تبقى كلها ناعمة معايا وبتلمع، يبقى كده الزيت داخل في كل التفاصيل عشان هو ده اللي هيساعد. ده ني في ني. الناس اللي بتحب تعمله على البوتاجاز وتعمله الاول بتشوح البصلة والصلصة والكلام ده كله، طبعا براحتها، بس احب اقول معلومة صغيرة، انه بيدي طعم طبيخ شوية، كأني باكل بسلة وباكل فاصوليا وباكل كده، فبيبقى كل الحاجة طعم واحد. فلازم لما اجي افرق الحشو اخليه ليه طعم مميز، فبعمل الحاجة كلها ني في ني زي ما احنا شايفين، وببدأ ألف ورق العنب كده على طبق. يستحسن انه على طبق، لو على الايد بيتفك. وجربت مكنة ورق العنب، بس عايزة الناس اللي بتحب الورقة اللي هي الصباع بيبقى تخين كده، مش هتنفع في الناس اللي بتحب الورق العنب. عادة بيتاكل اللي هو اللي احنا متعودين عليه، بيبقى رفيع كده وبيبقى شكله لطيف حتى على السفرة. انما التخين قوي ده بيبقى مش شكل لطيف، يعني هي ممكن تستعمل في اي حاجة تانية غير ورق العنب. زي ما احنا شايفين كده لفيته كله، يعتبر مقاس واحد يستحسن عشان بيبقى شكله ألطف يعني على السفرة. وبجيب حلة احط فيها زيت وحلقات بصل زي ما احنا شايفين كده، برصهم كويس. وهكون في الوقت ده محضرة كوبايتين من الشوربة، او بغلي كوبايتين مية عليهم مكعب ماجي وشوية ملح وفلفل صغيرين. انا طبعا حطيت في الخلطة اللي مع الرز وخلطة المحشي نفسها، حطيت كمون وملح وفلفل بس، ما بحطش حاجة تانية. لو عندي توابل المحشي بحطها، ما عنديش خلاص بكتفي باللي بقول لحضرتك عليه ده. فباجي في الشوربة احط بس شوية فلفل وملح صغيرين والمكعب الماجي، بيظبط الطعم جدا. ونص ليمونة علشان بتدي مزازة لورق العنب، بتدي طعم حلو قوي لما بيجي يستوي. بس وبصب عليها زي ما احنا شايفين. لو تلاحظوا ان احنا المية لحد اللي فوق بس، يعني حد ورق العنب اللي فوق بس، ما بكترش كتير عشان المحشي ما يتهريش معايا. بس بكمل برضو عصرة ليمون على المحشي نفسه، وبعدين بجهز طبق احطه فوق عشان ما علشان يفضل متماسك مع بعضه كده زي ما احنا شايفين. وبالهنا، يا رب دايما تعجبكم الوصفات دي، واتمنى بسمع رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب الأيام تعود عليكم بالخير والصحة والبركة يا رب. سلامي ليكم جميعا، باي باي.